مهما ينزل طرق جديدة للكيك انا مش بغير الطريقة بتاعتي دي معتمدة من زمان جدا. بعملها من وانا صغيرة، في بيتنا، يعني في بيت بابا. عايزة اقول لكم طريقتها سهلة وبسيطة، ومش بغير ولا مكون فيها، بعملها بنفس الطريقة دي. شايفين لونها؟ عايزة اقول لكم طعمها تحفة. بسيطة مش مكلفة، كل مكوناتها عندنا في البيت، وان شاء الله هتعجبكم وهتشوفوا معانا الطريقة. هندخل بقى على المكونات. هيبقى عندنا كوبايتين من الدقيق. عايزه اقول لكم ان الكوبايه اللي بنستعملها بتبقى كوبايه واحده معياريه او كوبايه عاديه. معلقتين من البيكنج باودر، دي المواد الجافه، وهنضيف رشه من الملح. يعني 2 كوبايه وعليهم 2 معلقه من البيكنج باودر. معانا 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، وعليهم رشه فانيليا او معلقه خل. كوبايه من السكر. وهنبدأ بقى نجيب كده بولة ننزل بيها بالبيض، وهننزل عليها بالسكر. السكر مش بيبقى ناعم ولا خشن، السكر اللي هو السنترفيش اللي هو العادي الابيض. بنضربه زي ما انتم شايفين كده. وهنزل هنا بكوبايه الا ربع من زيت على سمنه. انا ضفت نص كوبايه من الزيت ومعلقه سمنه بلدي بتدي طعم حلو، وكوبايه حليب. حليب بدرجه حراره المطبخ، مش بسخنه ولا بدفيه ولا بيكون ساقع ولا حاجه، بدرجه حراره المطبخ. هبدا بقى ان انا انزل بالدقيق زي ما انتم شايفين كده، حبه بحبه. طبعا انا ما حبيتش اصور المقطع ده. هبدا بقى ادهن كده الصينيه برشه من الدقيق والسمنه. عايزه اقول لكم ان انا بحب اعمل الكيك في الالومنيوم، طبعا هو افضل واحسن من التيفال واي نوع تاني. هنزل بقى الكيك زي ما انتم شايفين كده انسيابي خالص. عايزه اقول لكم بحطها في الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني، وبسيبها لغايه ما تتحمر بدون ما افتح عليها الشوايه. زي ما انتم شايفين كده دي شكلها بعد ما طلعت. قعدت حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع، طبعا على حسب درجة الحرارة بتاع الفرن. عايزة اقول لكم ريحتها تحفة. زي ما انتم شايفين كده هشة، هي طبعا اكيد واضحة من الفيديو. زي ما انتم شايفين كده. طبعا أنا كنت كمان مقطعاها وهي دافية، ما كانتش بردت تماما، كانت سخنة. زي ما انتم شايفين كده بترجع تاني زي الاول. عايزه اقول لكم الطريقه دي هتعجبكم، مش بغيرها ومش بعملها باللبن السخن او بالميه السخنه. انا بعملها دايما زي ما انتم شفتوا كده، وان شاء الله تعجبكم. ويا ريت لو انتوا بتعملوها باي طريقه تانية، يا ريت تقولوا لنا في الكومنتات.